لا تندم أبدا على معرفة أي شخص في حياتك وانتهت علاقتك بيه، بالرغم إنه كان كل حاجة في حياتك، وإنت بالنسبة له كنت مجرد شيء. خلاص، انسى إنك كنت تعرفه، علشان لو ما عملتش كده هو أصلا مش فاكرك. فلا تبكي على اللبن مسكوب. فالناس الطيبون يعطوك السعادة، والناس السيئون يعطوك التجربة، وأما أسوأ الناس يعطوك درس في الحياة. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. الظروف تتغير والأحوال تتبدل، فلا تعلق مصالحك وحياتك بأي شخص. كون ذكي في معاملاتك مع الناس، ولا تتعامل معهم بقلبك، ودائما استعمل عقلك. اجعل دائما قلبك مع الله، فهو خالقك وسندك الحقيقي. أما الناس ما هي إلا أسباب. سبحانه وتعالى يحبك، وإن فعلت الخير يجازيك ويرضيك، وإن فعلت الشر يصبر عليك، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما بداخلك. واصبر على ذنبك لتتوب، وإن تب يغفر لك ويطمن قلبك ويأتيك ما تحب. فلا تقلق، وكن حسن الظن بالله، فهو الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك من طيبة، ودائما بتعمل الخير. ثق بالله إنه سيجبر خاطرك، وتبدل حالك بحال تسعد به إن شاء الله. والسؤال: كيف بالله عليك تعيش في قلق ولك رب قادر ورحمن ورحيم، سيدبر كل أمورك ويرضيك فيما تحب، سيؤمن أحوالك ويحقق أحلامك. والله لن يضيعك مهما كانت أحوالك. كل ما في الأمر عليك بالصبر الجميل مع العبادة والإخلاص لرب العالمين. زمان كانوا بيقولوا الصبر مفتاح الفرج، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وده مش في الآخرة بس، ده كمان في الدنيا. فاستبشر خيرا مع الله، تجد الخير كله بين يديك، ويعطيك ما تحب وترضى، وسيبكيك عندما تجد بشارتك في الطريق إليك في أيامك القادمة. ما هي إلا أيام معدودة إن شاء الله، وتستبشر خير. ولا تنسى أن تكون لله كما يحب، يكن لك فوق ما تحب.